الله يرحمه. اللي كنت دفنته حي، بس انا راجل ابن اصول طيب. الواد اخوه ما كانش لاقي الله، ما كانش لاقي ياكل، خدته شغلته خليته عيل من طول عمرك ابن اصول يا ابو ورده. انا بقول سيب البيت، فلوسك عندي. شال المراره من عمليتها الاول قدام 5 هتتصرفوا انا بيها. خدوا عزل البيت من اي جامع، مش هتبقى لوحدها. ده اخر كلام عندك؟ اخلص. الحقيني يا دكتورة، الحقيني يا دكتورة، ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجة. اللي انتوا عملتوه ده يا بني ادم. شفت اللي اتفقنا عليه؟ دي البنت اللي انتوا عايزينها رحيم باشا. حصل خير يا متولي. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ اول ما شافتنا طلعت تجري، كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله يا متولي وسيبها لي. وانا اديك الصحة. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيا ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتورة؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيا كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، حاجه هتحصل لك طول ما انت معايا، ما تقلقيش. مش عايزك تقلق. هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي. اهدي يا لميا اهدي. احنا مش هنخلص من اصول البلطجه والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر مراتك. يا هربانه ليه؟ انا ما كنتش هربانة، انا ما كنتش هربانة يا دكتورة، انت اكتر واحدة عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي كنت عملتيه. مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه الاسلوب ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش، صدقيني مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس بهروبك ده خليتي كل الدنيا تشك فيكي وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضو حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش، والله العظيم ده اللي حصل. المفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى؟ بت وهتفتكر ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا. انت هربتي ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد بالي وامشي واسيبك.